يا مسهل الحال يا رب. قبضت كام من 3 مليون و500 ألف مشاهدة على فيديو من فيديوهاتي اللي على اليوتيوب. ودايما عزيزي المتابع بقول لك نصيحة لوجه الله، لو انت اللي بيكلمك معهوش دليل خليه يرغي براحته واطلع من الفيديو. ليه؟ لان محمد علاء ماشي بالمبدأ ده. دي قناتي الاساسية وفيها 87,612 مشترك، واتكلمنا عليها بالهبل في القناة دي. تمام، عشان بس انت ممكن يخيل ليك تقول ايه، يعني انت القناه بتاعتك مش جايبه 100 مشترك وجاي تقول لي قبضت كام؟ ده انت قناتك مش متفعله ربح. لا يا حبيب قلبي، القناه الاساسيه بتاعتي فيها 87,612 ومحقق الربح في جميع البرامج اهو. يعني ما فيش برنامج مش متحقق فيه ربح، لا كله متحقق فيه ربح. فمن الاخر البني ادم لما يكلمك ومعاه دليل كمل الفيديو، معهوش دليل سيبه يرغي مع نفسه ويطلع يا باشا من الفيديو ولا تعوز منه حاجه. بس قبل ما نكمل صلي على النبي واذكر ربنا. طبعًا يا باشا أنت في الحلقة دي مستني مني إني أقول لك إني قبضت من 3.500.000 كام وبعد كده تخرج. لأ يا حبيبي أنا مش هاعمل كده، أنا هاعرّفك أنا قبضت كام عشان ما أكونش ضحكت عليك، وهاعرّفك معلومات وأسرار لو أنت هتبتدي صناعة محتوى وعايز تاخد فلوس محترمة، لو عملتها هتدعي لي. ليه؟ عشان أنا عايز لمّا أنت تجيب 1000 مشاهدة تاخد قصادها مبلغ محترم. تمام؟ من الآخر أنا مش عايزك تتعب في طريق تجيب فيه ملايين المشاهدات وتجيب متابعين كتار بس تمشي جيبك فاضي. لأ، أنا هاخلّيك في الحلقة دي تاخد أسرار بتدّفع برّه فيها في الكورسات قد كده هتاخدها ببلاش. فصَلّ على حبيبك النبي واذكر ربنا واعمل لي لايك واشترك الله يرضى عنك. بُص يا باشا، أولًا أنا عايز أفهمك على حاجة، فيديو قصير غير فيديو كبير. يعني إيه؟ عارف أنت فيديوهات الشورت، اللي هي فيديوهات الشورتس دي اللي هي بتبقى دقيقة، دقيقة ونُص، ما أعرفش إيه. لمّا أقول لك إن ال3 مليون جُم منها، غير لمّا أقول لك ال3 مليون جُم من فيديو كبير، وغير لمّا أقول لك إن ال3 مليون جُم من فيديو كبير ومدته أطول من 8 دقايق. إيه يا محمد علاء الكلام الغريب ده؟ ركّز معايا. حضرتك ببساطة شديدة أنا عايز أفهمك على حاجة بسيطة خالص. لو جينا للفيديوهات الكبيرة عندي في القناة قدام حضرتك وأنا مش مخبي عليك حاجة، أقسم بالله ما مخبي عليك، وقلت له وريني الفيديوهات اللي جابت مشاهدات محترمة. هناخد كده يعني بالحب كده الفيديو اللي هو بتاع، أنا هجيب لك فيديو متواضع من القناة دي اللي هو بتاع كسبت كام من أرباح الفيديوهات لا سوري، أنا عايز بتاع التيك توك، أنا عايز بتاع التيك توك. تمام، اللي هو ده كسبت كام من 42 مليون مشاهدة من التيك توك. ليه بقى الفيديو ده؟ هاقول لك ليه. الفيديو ده جاب 5600 مشاهدة. ركّز بالله عليك يا أخي، بالله عليك ركّز. جاب كام؟ 5600. طيب قبضت قصاده كام؟ $2 أو $1.70. طيب يا محمد ده مبلغ؟ مبلغ كبير، لإن أنت 5600 مشاهدة أنت ما جبتش ال6000 وواخد $2 ومشاهداتك من مصر، مشاهداتك عربية، مشاهداتك من مواطنين في العرب. تمام. طب حضرتك لمّا الفيديو ده يكون جاب 3 مليون كنت هتاخد كام؟ كنت هتبقى واخد بالميت $600، $700، $800، ممكن كمان $1000. أنت بتتكلم جد يا محمد والّا بتهزر؟ لأ والله مش باهزر، أقسم بالله ما باهزر. لو الفيديو ده كان جاب مشاهدات تتراوح من 1.000.000 ل3 مليون، أقسم بالله كان زماني واخد فيه أرباح بالهبل. والله وباحلف بالله. نيجي بقى لحضرتك للفيديو اللي هو القصير اللي جاب 3 مليون مشاهدة. أنا عايزك تاخد الصدمة. طيب يا محمد فاجئني، قُل لي إن أنت خدت فيه $100 أو 3 مليون أو $300 أو $1000. تعالَ ده أنا هافاجئك دلوقتي. بُص يا باشا، الفيديو جاب 3.217.000. يا عم قُل 3 مليون، مش هاقول لك 3.5 مليون. بُص واخدين فيه كام يا ريس؟ سوري مش من هنا، خُش كده في الإحصائيات. إيه ده يا محمد ده $15؟ آه، أيوه. على 3 مليون؟ والله على 3 مليون. يعني بالمصري بتتكلم في سكة 500 جنيه، والله العظيم على 3 مليون. يا جماعة ما تعملوش فيديوهات قصيرة لو أنتم هدفكم أرباح، بالله عليكم ما تعملوا فيديوهات قصيرة. لأن زي ما أنت ما شايف أنا ما جريتش أهو، أهو، أهو والله قدام عينك أهو. 3 مليون واخد قصادها $15. والله أهو، والله العظيم زي ما باقول لك أهو. طيب طب إيه؟ طب تعالَ أوريك حاجة تاني، تعالَ أوريك حاجة تاني.
بص حضرتك، لو جبنا مثلا يا عم 3 مليون مش دايما بنجيبها، لو فيديو مثلا زي الفيديو ده، فين اللي هو سونيك الحقيقي ده، الفيديو ده جاب كام يا معلم؟ 323,000. تمام. واخد فيهم كام؟ $2 و80 سنت. يا عم قول $3 على كام؟ 350,000. ده انت يا محمد في الفيديو الكبير كنت جايب 5500 مشاهده، وكنت واخد يعتبر نفس الرقم. ما عشان كده يا جماعه انا بقول لكم، لو انتوا عايزين ارباح خليكم في الفيديوهات الكبيره، لو عايزين تاخدوا فلوس خليكم في الفيديوهات الكبيره، والله برقص لكم فيها. عايزين فلوس خليكم في الفيديوهات الكبيره، عايزين تقبضوا خليكم في الفيديوهات الكبيره. طيب محمد، طب انت ليه قلت لي فيديو اكبر من 8 دقايق؟ يا سلام يا حبيبي، ده انت عينيا ليه. تعالى يا ريس، بص يا باشا، لو جينا بقى الفيديو من الفيديوهات الكبيره وجينا نبص، يعني انت مثلا الفيديو ده حضرتك اطول من 8 دقايق، يعتبر على 5500 مشاهده اخدت يعتبر $2. طب محمد احنا كده عايزين فيديو مثلا اقل من 8 دقايق، تعال كده نخش على الفيديو ده. مثلا الفيديو ده اقل من 8 دقايق، بص كده لما نيجي نخش عليه، ارباحه يعتبر نص دولار. طيب بس خد بالك عشان برضو ما تكونش ظالم الفيديو ده، الفيديو ده اتعمل في وقت ما كنتش مفعل فيه ارباح، بس مدته 4 دقايق. تعالى كده لما نيجي نخش الايرادات، او سوري ان انا عايز اضيف قناه اعلانيه، مش هعرف احط اعلانات في الفيديو. ليه؟ لان الفيديو اقل من 8 دقايق. لكن الفيديو لو اطول من 8 دقايق اعرف احط فيه اعلانات. يعني لو جبنا الفيديو ده، بص كده حضرتك، وجينا لتحقيق الربح، اوبا، ظهرت لي خانه جديده. ايوه يا باشا، ما هي الخانه دي حضرتك تقدر ترص فيها اعلانات بكيف كيفك. يعني انا لو دوست هنا دلوقتي، تعالى كده، شايف؟ اقدر اضيف خانات زي ما انا عايز اهو. بصوا، اقدر احط كده، احط كده، احط كده، احط هنا، احط اهو، اهو، اهو. تعالى والنبي ما ازعلك، ضيف لي هنا والنبي 2 حاضر يا حماد اهو. تعال، تعال، واعمل متابعه، وشكر الله سعيكم، ودوس حفظ. احلى مسا عليك يا صاحبي. ايه؟ ايه؟ عشان كده يا جماعه دايما بقول لاخواتي، بقول لاصحابي، بقول لزمايلي، بقول للناس اللي بحبها، يا جماعه لو انتوا عملتوا فيديوهات اطول من 8 دقايق هتاخدوا فلوس كويسه. فيديو 5500 مشاهده يقارن ارباحه بفيديو 4 مليون مشاهده في فيديوهات قصيره. ابعدوا عن الفيديوهات القصيره لو عايزين فلوس. السلام عليكم، باي باي.